السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. يا هلا يا هلا بالغوالي وأهلا بيكم، ووحشتوني كتير كتير، وأتمنى تكون الفيديوهات الأخيرة عجبتكم. اللي هي فيديوهات اخر فيديوهين نزلوا في يوم واحد خبطه واحده كده. بس الحقيقه انا ما كنتش مرتبه كده خالص يعني، بس قدر الله ما شاء فعل. المهم النهارده جايه لكم بقى بفيديو جديد وفيديو حماسي وطاقه ايجابيه وكل حاجه حلوه فيه. في شغل حلو جدا، ومن زمان بقى ما عملتش معاكم محشي. يعني بقى لي كتير جدا ما عملتش معاكم محشي، والشتاء بقى يعني محشي صح ولا لا؟ فروحت بقى السوق افتريت بقى وجبت كرومبتين مره واحده زي ما انتم شايفين كده. الكرومبتين دول كانوا ب20 جنيه وخدت عليهم الخضره هديه. ماشي، عشان تعرفوا بس ان انا شطوره شطوره شطوره. بس جبت الكرومبتين دول. لو انتوا فاكرين ان انا عندي كرومب في الفريزر، ماشي، كنت جايباها قبل كده ولما زوجي مرضيش فحطيتها في الفريزر، فما رضيتش اطلعها. الحقيقه قلت يعني الحمد لله في وقت، احنا في اجازه وفي وقت والبنات هتساعدني بقى وكده. وقلت ايه اجيبهم، ولو زاد منهم حاجه نعملهم نحطها في الفريزر. فانا عندي الحقيقه النهارده هعمل محشي، ومش هعمل حاجه غير المحشي، لان احنا يعني ايه عايزين نعمل يوم الى حد ما اقتصادي، هو مش اقتصادي ولا حاجه بس الى حد ما. يعني قلنا الايام كلها مش هتبقى فراخ ولا لحمه ولا سمك، ففي ايام كده بنزوخها في النص كده خلاص. بس فالنهارده كان يوم المحشي، ان الصلصه موجوده الحمد لله رب العالمين، وعندي هسلق بس الكرنب وهحط الصلصه على الرز وخلاص الموضوع خلص. تمام تمام. نيجي بقى في الاساس بقى. النهارده عايزين بقى، قلت اجيب الكرنبايه دي وارغي معاكم بقى شويه كتيره كده حلوين. تمام. الوصفه بتاعت البسكوت اللي هي في اول الفيديو دي، بسكوت الشاي تحفه تحفه تحفه. لو عايزين تتفرجوا على الوصفه على طول من غير ما تطولوا في الروتين، روحوا على اخر الفيديو على طول اتفرجوا على الوصفه اللي انتوا عايزينها. هتلاقوا المقادير مكتوبه على الشاشه، خدوها سكرين شوت وجربوها هيعجبكم جدا جدا زي بتاع بره بالظبط. تمام. اما لو بتحبوا الروتين بقى وتحبوا الرغي وتحبوا الشغل والطاقه والحاجات دي، خليكم بقى معايا لاخر الفيديو، هنستمتع مع بعض ان شاء الله. طبعا عارفين طريقتي في سلق الكرنب. يعني انا بحب اسلق الكرنبايه على بعضيها زي ما هي كده، عشان كده دايما بحب اجيبه صغير شويه مش كبير قوي، لان الكبير قوي ما مش هلاقي له حله احطه فيها. فبدل ما بيبقى لسه اخضر كده وناشف وبيتفرفت منك وانت بتفرفتي كل واحده لوحدها، كل ورقه لوحدها، فلا انا بشيل بس الطبقه الخارجيه من الورق، وبحط الكرنبايه زي ما هي كده. ميه السلق بحط فيها ايه؟ ميه السلق بحط فيها ملح وكمون، بس مش اكتر من كده، بس بزود الملح. ولو هتخزنيه بنحط معلقه سكر، لو مش هتخزنيه عادي، بس انا عشان احتمال اشيل منه فحطيت معاه معلقه سكر. تمام تمام كده. خلصنا الكرنبايه الاولانيه، ثواني هتلاقيها خلصت ومن غير ما يتقطع معاكي ومن غير ما يتبهدل. تمام تمام. خلاص كده الشغل المهم خلص. الفيديوهات اللي فاتت بقى بتاعت رمضان فكله كان بيقول لي طب احنا دلوقتي هنعمل، مفيش حد عنده طاقة دلوقتي ان هو يخزن ولا تكاليف وحوارات وبتاع. الموضوع اسهل مما تتخيلوا والله. احنا قلنا اتفقنا قبل كده ان احنا مش هنعمل كله مع بعضه، مهما كانت ميزانيتك برضو مش هنرهق الميزانية قوي. اليومين دول الحمد لله رب العالمين احنا في اجازة الى حد ما، ومفيش فلوس دروس ومفيش. فهنحاول بقدر الامكان يعني عارفه لو كل يومين 3 كده جبت لك صنف وخزنتيه هيفرق معاكي كتير جدا. ولو كل شويه كده جبت لك مثلا حاجه وحطيتها في الفريزر، نص كيلو بانيه، مش هقول لك كتير، نص كيلو بانيه وحطيه في الفريزر، وركين وحطهم في الفريزر، نص كيلو لحمه وحطيه في الفريزر. نعم انا عارفه اللحمه غاليه بس مضطرين هنحطه في الفريزر عشان رمضان. مفروم، نص مفروم هتحطيه في الفريزر. انا بجيب بال50 جنيه عامه والله العظيم، يعني مش بجيب النص ولا يعني فاهمين. بروح اقول له وزن لي ب50 جنيه لحمه مفرومه، وزن لي ب50 بانيه، انتوا فاهمين. وبحطهم في الفريزر، برميهم في الفريزر، بينفعوكي في طاجن مكرونه زي اللي عملناه المره اللي فاتت، ينفعوكي في صينيه مكرونه بشاميل، ينفعوكي في خضار، ما فيش حاجه بتضر. تمام. فالشاطره اللي تعرف تدبر نفسها وتعرف تعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقول،
واحنا الحمد لله رب العالمين كلنا ستات شاطرين، وكلنا عارفه ان احنا كلنا بنحاول بقدر الامكان ندبر امورنا ونمشي على قد ظروفنا، وربنا ان شاء الله هيكرمنا. شهر رجب من الشهور الجميله اللي فيها حسن الظن برب العالمين، بيبقى حاجه جميله جدا جدا، وان شاء الله ربنا هيحسن بينا الظن ان شاء الله، وهيحسن الاحوال، ودايما نبقى عندنا حسن الظن كده بالايام الجايه ان شاء الله، كمان ان هي هتبقى احلى واحلى باذن الله، والدنيا هتظبط اكتر من كده بكتير. دايما تفائلوا بالخير تجدوه، عشان ربنا ان شاء الله يقدم لنا كل الخير. فاحنا عندنا الشهور اللي جايه دي فيها شهور عباده، يعني مش بقلل من الشهور اللي فاتت ولا حاجه، بس عندنا في الشهور يعني الاجر فيها بيبقى مضاعف، فنستغلها. وكمان نستغل الشهر ده في اننا ما نظلمش نفسنا. الانسان ممكن يظلم نفسه، ممكن يظلم نفسه بان هو يقصر في حق رب العالمين، يقصر في عباده، يقصر في حق الناس اللي حواليه، في صلة الارحام، في الصدقه، في الزكاه، في كل الحاجات دي. انت لما بتعمليها لو ما عملتهاش او قللت فيها بتظلمي نفسك، لان انت الوحيده المستفيده منها. تمام. بس كده. عندي بقى الحاجة التانية اللي كنت عايزة اكلمكم فيها، عندي البنات طبعا في اجازة اليومين دول، فهنقعد بقى هنعمل ايه؟ هنقعد قدام التليفون كده ليل ونهار ليل ونهار. فقلت لهم لا، احنا هنتفق، اللي اوله شرط اخره نور. احنا هنتفق ان احنا كل يوم كل واحدة ليها مهمة هتعملها تنفذها، غير كده مفيش تليفون، مفيش اي حاجة. تمام. مفيش مدارس طبعا اليومين دول، فعندهم وقت فراغ كتير، فبدل ما انا اتعك في شغل البيت كله لوحدي، ماشي، فليه هما ما يساعدونيش؟ دول بنات ما شاء الله اللهم بارك، ويعني هو ده الطبيعي. وكمان الصبيان، انا مش بتكلم على اساس ان هم بنات وهم المفروض يعملوا كده بس، لا، انت حتى لو عندك صبيان برضو، ايه المشكله ان هم يشتغلوا ويعملوا معاكي ويساعدوكي؟ ده بالعكس، انت لما تنمي فيهم الموضوع ده من دلوقتي، لا هيريح كتير، ولا هتتجوزوا هتدعي لك. حقيقي. فنعود اولادنا عامه ان هم يساعدوا، ان هم يتحملوا مسؤوليه، ان هم يكونوا معاكي في كل خطوه، ان هم يبقوا معاكي وحاسين ان انت بتتعبي عشانهم، وان اللي انت بتعمليه ده مش رفاهيه، ولا ان انت الحاجات دي انت بتعمليها عشان خاطرهم. فان انت ان هم يساعدوكي دي تبقى نابعه منهم، هم مش مكرهين عليها. تمام. فالحاجات دي بتيجي بالسياسه، وبتيجي بالتدريب، وبتيجي ان انت مش بالعنف ولا بالزعيق ولا لا لازم تعملي لي كذا، لا لازم تعملي، لا، كل حاجه بتيجي بالسياسه. تمام. فانا النهارده قلت لهم انا النهارده هعمل محشي بقى، فانتوا عارفين عكه المحشي كتيره، فمش هيبقى في وقت ان انا اروق الشقه بالكامل يعني، غير الغسيل والحاجات دي. فقالوا لي خلاص احنا هنعمل معاكي. فراح سلمى قالت لي انا هغسل الحمام، تمام، وهروق السرير بتاعي. ورحمه قالت لي انا هروق السرير بتاعي وهكمل ترويق الاوضه بتاعتي، ولو في حاجه هتتعمل في الصاله، لو غسيل هيتلم من على الحبل. فكل واحده الحقيقه عملت اللي عليها. المهم، فسلمى جايه بتقول لي بقى بعد ما عملت الحمام وظبطته تمام، فجايه بتقول لي وانتوا بتستعملوا الحمام خليكوا حذرين جدا، يا ريت ما تبهدلوش اي حاجه انا عملتها. انا غسلت الحنفيات وغسلت الارضيات وغسلت الحوض كويس، فيا ريت وانتوا بتستعملوا بشويش. قلت لها شفتي بقى لما الواحد بيعمل حاجه وبيتعب فيها بيبقى خايف عليها ازاي؟ يا ريت الشعور ده بقى يفضل عندكم كتير لما انا بعمل الحاجات دي. لما انا اعمل الحاجات دي، فان انت تحملوهم مسؤوليه حلوه، حاجه حلوه وحاجه هتنفعهم بعد كده، بالذات البنات طبعا، لان هم في الاول وفي الاخر برضو مصيرهم للبيت ومصيرهم لشغل البيت، ويتعلموا كمان مش شرط بقى نظافه، لا، حسن التدبير، وان انت تديري بيت دي برضو حاجه صعبه جدا. فالحاجات دي بيتعلموها منك انت، من الام، لان لو ما فيش الناس يعني ايه اللي ربنا، مش شرط الام كمان اللي ولدت، الام اللي ربت سواء دي او دي. يعني انا عندي مرات عمهم ما شاء الله اللهم بارك متعلمهم حاجات كتير جدا انا ما بعلمها لهمش، عشان نبقى عارفين. فمش شرط الام اللي ولدت هي اللي تكون بتربي، لا بالعكس، ممكن مرات عم سلفتك، ممكن جدتهم، ممكن خالتهم، ممكن عمتهم. فالحاجات دي كلها انت عايشه في بيئه، في كل اللي حواليكي لازم تتعلمي منه. ودايما بعلمهم كده الحقيقه، بقول لهم ان انت لما بتشوفي حد بيعمل حاجه لازم تستفيدي منه، ولازم تحطي الحاجه دي حلقه في ودنك لو انت عارفه ان انت هتستفادي منها. فصله الرحم برضو يعني حاجه حلوه جدا، وحاجه
بتخلي الاولاد عندنا يعني حتى على الاقل يعرفوا بعض. انا اعرف ناس ما بيعرفوش ولاد عمهم ولا ولاد خالتهم، لو شافوهم في الشارع ما يعرفوهمش، انتوا متخيلين؟ فاحنا مش عايزين نوصل للدرجه دي. دايما وانت بتروحي عند قرايبك خدي عيالك معاكي، وانت رايحه عند امك خدي عيالك معاكي. انا اعرف ان في ناس ما بتروح عند امها لو بتسافر سفر بعيد ما بياخدوش عيالهم معاهم، يقول لك لا احنا عايزين نتجمع احنا كاخوات. طب عيالك فين؟ ما هو عايزين يعرفوا خلانهم، يعرفوا عمومتهم، يعرفوا ده ويعرفوا ده ويعرفوا ده. فاهمين؟ بس كده رغينا كتير رغينا كتير. فالمهم ان احنا عملنا المحشي زي ما انتوا شفتوا كده، وسلفتي جت ساعدتني كمان فيه، فانجزنا بسرعه الحمد لله. فرشنا على الارض كده انا ورحمه، وقالت لي انا هساعدك في المحشي. وبعد كده سلمى جت في الاخر برضو خلصت معايا. تمام. المهم ان انا كنت جايبه خضره زي ما انتوا شايفين كده. شفتوا بقى العلبه اللي فاتت دي؟ رجعوا الحته دي وشوفوها، هتلاقوني ان هي كانت اخر حبه في الخضره. لو فاكرين ان انا كنت جايباها معاكم في فيديو اول يوم اجازه، يعني بقى لها اسبوع او 10 ايام. تمام. فالخضره في العلبه قاعده حلوه ومحتفظه برونقها كده وفريش، وكانت جميله جدا. فقاعده لحد اخر ورقه وقاعده طازه. فانا بحب احط الخضار بتاعي كله كده في العلبه بتاعتي واحفظه في التلاجة، ويقعد معايا بالاسبوع وال10 ايام او لحد ما يخلص. لو فاكرين اخر حته بالكابوتشا دي، بصوا شكلها كان حلو ازاي. كانوا كابوتشيتين كنت جايباهم، كنا بناكل منهم طول الاسبوع. تمام. جبت معايا كيلو من القوطه كان ب5 جنيه، ونص فلفل ب5 جنيه حامي على رومي عشان المحشي، وكيلو جزر ب6 جنيه. تمام. تمام. هشيل انا يعني هنشف الخضار ده كله. قلنا ما نشيلش خضار في التلاجة الا لما يكون متنشف ومتظبط ومية مية عشان ما يبصش منك بسرعه، والادراج بتاعتك اللي بتحط فيها او المنظمات بتاعتك برضو نفس الموضوع تبقى ناشفه وما فيهاش ولا نقطه ميه. وانا بحط الخضار في التلاجة لقيت نص الفلفل ده انا كنت جايباه من اول امبارح، وعايزه اعمله هريسه شطه بس ما تبقاش حاميه عشان انا عندي حاميه، فعايزه اخلطها فيها عشان تهدي شويه. يعني كل ما ابقى عايزه اكل منها الاقيها ايه بقى حاميه قوي ما اقدرش عليها. فقلت هجيب لها شويه فلفل رومي كده احمر. ما صدقت لقيته بقى كان الكيلو ب8. جبت نص كيلو ب4 جنيه، وقلت ان انا هعمله عليها اخلطهم في بعض. تمام. البطرمان اللي انا بحط منه على زي ما هو ده شايفينه، ده الشطه بتاعته حاميه جدا، ومع النص ده فقلت احطهم على بعض كده يبقى يعني هادي شويه ما يبقاش حامي قوي عليه. خلاص. هرسه الشطه دي احنا كنا بنعملها ازاي؟ حطينا الفلفل ده فرمناه كويس جدا، حطينا عليه ملح طبعا حسب الكميه اللي عندك، عصرنا عليه ليمون وحطينا معاه خل عشان مش ممكن تعمليه في الخلاط وممكن تعمليه في الكبه. تمام. مفيش حاجه اكتر من كده، بس بنكتر له الملح سيكه عشان ما يبصش منك بسرعه، او ممكن تحطها في الفريزر. خلاص. ورق الكرنب اللي انتوا شايفينه ده بقى انا كنت شايلاه، مش الورق، العصب بتاع الكرنب ده، العروق بتاعه الكرنب انا كنت شايلاه عايزه اخللها. انا شفت ناس كتير جدا بتخللها، وامي زمان كانت بتخللها، بس انا كنت ناسيه الحوار ده. بس طبعا عشان هما كرنبتين مع بعض والعصب بتاعهم كتير، فقلت ما اخللهم يا جماعه، ايه اللي هيحصل يعني؟ انتوا عارفين انا ما اقدرش اعيش من غير مخللات. فقلت هخللهم احط عليهم معلقه ملح ومعلقه من الهريسه دي، وهسيبهم ممكن تاكلي منه في نفس اليوم على فكره. بس انا سبتهم لتاني يوم. يعني لسه النهارده يعني هاكل منه ان شاء الله، عشان الكلام ده كان امبارح. ماشي. بس كده هقلب بقى ده في بعضه، وكانت ريحته تحفه تحفه تحفه، ملوش ريحه طالما مسلوق، ما بيطلعش ريحه اللي هي ريحه الكرنب اللي انتوا عارفينها دي، لا ما طلعش ريحه خالص. تمام. هحط بقى الباقي الهريسه بتاعتي في البطرمان التاني، كبير شويه طبعا عشان التاني هيبقى قليل عليها، وهحطها في التلاجة بقى استعملها زي ما انا عايزه. تمام. تمام. بس كده خلصت المخلل وخلصت الهريسه، وهغسل بقى ايه المواعين بتاعتي. هنا بقول لكم ان انا ركنت بقى المحشي لحد ميعاد ما اسويه، وجيت بقى المواعين بقى ده الحصيله بتاعتي اليوم. فهغسل المواعين بتاعتي. الكبه دي طبعا اساسي تنضفيها كويس جدا، وبالذات بعد الحاجات اللي بتحرق. وقلنا ما ننساش طول ما احنا واقفين على الحوض كده واقفين في المطبخ بنشغل حاجه جنبينا، بنشغل اذاعه القران الكريم، بتشغلي صوت قران، صوت انت بتحبيه، لو بتحفظي قران تراجعي معاه. فالحاجات دي كلها بتقضي وقت فراغك، وفي نفس الوقت بتستفادي منه. ودايما الاستغفار يبقى في لسانك على طول على طول على طول. الايام دي ايام عظيمه، نستغل كل لحظه فيها بالذكر بالذكر، ونحاول نلم كده، عارفين انتوا اللي هو نكفر ذنوب نحاول نكفر ذنوب بس فالحاجات دي بتكفر، يعني انت ربنا يلهمك ان انت تذكريه وانت واقفه في بتعملي اي حاجه، فاعرفي ان ربنا بيحبك وربنا عايزك دايما معاه، فما تاثريش انت كمان.
خلاص. الاستغفار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. البقيات الصالحات دي اللي هي ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دول البقيات الصالحات اللي دايما تخليهم في لسانك على طول على طول على طول. تمام. بس كده هنظبط. خلصنا المواعين، بس شفتوا بسرعه ازاي لما ذكرنا ربنا كل حاجه خلصت بسرعه. فالبوتاجاز بقى شكله بقى مش قادره اقول لكم. الملح بقى، شفتوا الملح لما اتدلق يا ولاد؟ شفتوا الملح بقى؟ انا كان عندي كيس والعلبه كانت فاضيه، وانا نسيت ان انا كنت فاتحه الكيس ده واخده منه شويه، فجايه بقى بعشم قوي باخد الكيس لقيته اتفرت على البوتاجاز. بس قدر الله ما شاء فعل. لميت الدنيا كده بقدر الامكان، ورحمه لمت معايا شويه. ونغسل بقى البوتاجاز بتاعنا ونظبطه عشان اعرف اكمل بروقان. انا كده طالما البوتاجاز بتاعي مش متظبط ما اعرفش اكمل، فلازم الدنيا حواليا تبقى نظيفه. بس كده. اخر حاجه فاضلالي الفوط اللي انا استعملتها واللي انا نشفت فيها مكان ميه الكرنب. طبعا انتوا عارفين الميه بتاعت الكرنب لو قعدت شويه بتعمل ريحه فظيعه، فالحاجه اللي انت استعملتيها كلها تغسليها. ولو شفت انا وانا بعمل في المحشي، فردت المشمع اللي اللي بيترمي ده وحشيت عليه وظبطه. اي حاجه وقعت عليه مش مشكله، بلمه كله في الاخر برميه في الزباله. تمام. تمام. هنا عندي الشوربه بتاعتي. عندك شوربه يبقى تمام خير وبركه، بتتبليها وبتحطي عليها فص ثوم وبتغلي وبتزودي. ما عندكيش شوربه، شويه ميه عليهم مكعبين مرق الدجاج وعليهم ملح وفلفل وكمون وكزبره وفص الثوم برضو وشويه زيت عليها، وبتظبطي الدنيا بيها. تمام. بنمشي حالنا باي حاجه. النار عاليه طبعا دلوقتي، ماشي. والميه زي ما انتم شايفينها يا دوبك تبقى متغطيه عشان ما يتعجنش منك جامد. رحمه طبعا بتقول لكم حطوا لايك عشان انا ساعدت كتير النهارده. بس هنا بعد 5 دقايق كده بدأ يغلي، فهغطي عليه. ولسه مش هوطي دلوقتي، ايوه دلوقتي نقلته على العين التانية ووطيت عليه النار شويه، وهسيبه بقى مع نفسه لحد ما بقى بالمنظر ده. شويه بقى محشي مش قادره اوصف لكم، كانوا يستاهلوا بقكم الحقيقه. بس انا قلت احطهم بقى في الصينيه الكبيره كده عشان كانوا مستعجلين وعايزين ياكلوا، فقلت عشان نلحق يبرد كمان. سيبكم اللي فات ده كأنكم ما شفتوش حاجه. هنلم كل الحاجات دي. بس كده. وهقدم معاها ايه بقى؟ مخلل الليمون والزيتون بتاعي بقى اللي انتوا عارفين. الله 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 يا سيدي. وطماطم وخيار مقطعين، يعني اي حاجه بقى عندك. والحمد لله رب العالمين، فضل ونعمه من عند ربنا. نيجي بقى للحاجه الحلوه، عشان انا بقالي كتير جدا ما عملت لهمش حاجه حلوه الحقيقه. فهعمل لهم بسكوت الشاي يغمزوا بيه. وهم رايحين وهم جايين بيتسلوا عليه. ماشي. كاتبه لكم المقادير على الشاشه لو عايزين تاخدوها سكرين شوت، وهقول لكم المقادير في سريع. عندي دول كوبايتين من الدقيق، لسه هزود عليهم نص كوبايه تاني. بس الكوبايتين الدقيق دول حطيت فيهم معلقه من الكاسترد ومعلقه من النشا بتديله نشوفيه كده وحلو، وربع معلقه من كربوناته او بيكربونات الصوديوم عشان تخليه مش ناشف. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مش معضم، لا هاشش كده. تمام. ورشه ملح وبقلب، ومعلقه الا ربع بيكنج باودر. خلاص. يبقى دول معلقتين الدقيق، معلقه الا ربع بيكنج باودر، معلقه نشا، معلقه كاسترد، وربع معلقه من البيكنج كربونات الصوديوم. ومعايا بيضه، ومعايا نص معلقه من السكر، ومعلقه نص كوبايه من السكر، ونص كوبايه من السمنه على الزيت. ممكن تخليها زيت بس، ممكن تخليها سمنه بس. ونص معلقه كوبايه من اللبن، بس انا هحط ربعها بس، نصها بس، يعني ربع كوبايه بس. وباكل فانيليا. بحط في الاول البيضه على السكر وباكل فانيليا وبضرب ضربا مبرحا، وبعد كده بنزل بنص كوبايه السمنه على الزيت، او الزيت لوحدها او السمنه لوحدها. تمام. لحد ما الخليط يبيض عندي كده والسكر يدوب. لو عندك سكر بودره هيبقى احسن بكتير. تمام. وبعد كده بحط نص كوبايه الزيت او السمنه وبضربهم كويس. وبعد كده بنزل بالدقيق عندي، اللبن في الاخر. بنزل بالدقيق عندي لحد ما الكميه كلها تختلط بكميه السوائل دي. تمام. وبعد كده هحس ان انا كميه الدقيق بتاعتي يعني لسه طبعا شويه، فهزود بقى ربع كوبايه من اللبن. ماشي. او حسب الكميه طبعا اللي انت عاملاها، بس المقدار ده خد مني زي ما انتم شايفين كده بالظبط كوبايتين الدقيق اللي حطينا عليهم معلقه النشا والكاسترد. وهحط بقى، شايفين القوام هنا تقل، فهحط عليه بقى ايه؟ ربع الكوبايه من اللبن. القوام بقى هيبدأ يظبط معايا تاني، وهزود له بقى نص كوبايه من الدقيق في الاخر خالص، عشان بس الدقيق بتاعك ما يكترش منك، لان في انواع دقيق ما بتشربش السوائل وبتنشف بسرعه، او العكس. ماشي. فاحنا بنحدد على هذا الاساس.
فهيبقى عندي ايوه ادي نص كوبايه الاخير، هحطه كده لحد ما يدوب خالص بقى ويتوه في وسط الزحمه دي، وترجع لي عجينه حلوه كده زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي، ولا طريه ولا ناشفه، نعرف نشكلها. تمام. البسكوت ده ممكن ترشي له من فوق كده حبيبات سكر، هيبقى حلو جدا برضو، بس انا عشان عامله سكر خشن فهتلاقوا حبيبات السكر لسه فاضله فيه. تمام. العجينه اهي زي ما انتوا شايفينها، زي عجينه الكحك كده بالظبط، بتدوسي عليها ما بتشققش. ماشي. بس اللي عامل التشققات دي والنقط دي السكر الحبيبات، عشان كده بقولك لو سكر بودره هيبقى احلى بكتير. بفرد بقى بالسمك، سمك متوسط، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي، انا هوريه لكم برضو. وعشان ما تقبش منك جامد. ماشي. احنا عاملين كده كده البيكنج باودر قليل، فعشان ما ترفعش منك كتير. وبتقطعي التقطيعه اللي انت عايزاها، مربعات بقى، مكعبات، مستطيلات، دواير، كل اللي انت عايزاه. فانا قطعت شويه زي بسكوت زي اللي احنا بنشتريه من بره، اللي هو المربع ده. ولو عندك اشكال، في حاجات كده طوابع كده بتبقى فيها اشكال، لو عايزه تعملي بيها برضه هيبقى حلو جدا. التشكيل ده بقى اللي انت ترتاحي له، واللي انت الامكانيات اللي عندك يعني. خلاص. بس كده ده كان البسكوت بتاعي. هحطه بقى على نار عاليه. ماشي. وهشغل له شوايه في الاخر عشان يحمر. وخلاص على كده هسيبه في الفرن قد ايه، ما بيكملش 7 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي، حسب النار بتاعت الفرن بتاعتك عاليه ولا هاديه. في الرف اللي في النص على درجه حراره عاليه، وفي الاخر بشغله الشوايه. تمام. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهارده، ودي كانت وصفاتي النهارده. ويا رب اليوم بتاعي يبقى عجبكم، وتبقوا استفدتوا منه ولو حاجه بسيطه. طبعا لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو وعجبك، يا ريت ما تبخليش عليا باللايك واشتراكك الجميل اللي هينورني طبعا. وطبعا لو شايفه ان الفيديو ده ممكن حد يستفاد منه، يا ريت تشير لي اصحابك وحبايبك وقرايبك. وبس اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو. بس ده شكل بقى البسكوت في الاخر، وهحطه في الفرن وارجع لكم في ثانيه يكون استوى. ايه رايكم بقى؟ شايفين؟ في ناس بتحب تحمصه قوي، في ناس بتحبه يعني نص نص، بس الحقيقه كان ناشف ومقرمش وكان حلو جدا جدا. انا قطمت لكم واحده في اول الفيديو، وهعمل لكم واحده دلوقتي عشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. شايفين؟ زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط، وطعمه حلو، والكاسترد بيديه ريحه وطعم حلو قوي. هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم سالمين.